السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله يا ربي. المهم درتو تحليل الجرثومه، لقيتو بان عندكم جرثومه المعده. السؤال هنا هو علاش جاتك انت بالخصوص جرثومه المعده؟ هذا هو السؤال اللي خصو يسول عليه اي واحد. يعني مني انا وجبت، انا يعني عايش مع المدام عندي. يعني كنجلس مع موالين الدار، يعني ملي كنمشي عندهم العائله، يعني ما كاينش شي واحد عندنا في العائله يعني تصاب بجرثومه المعده، ومع ذلك تصابيت بها انا. يعني السبب الاول اللي كنقولوا حنايا يعني اللي كيتسبب في جرثومه المعده، كنقولوا يعني يقدر يعاديك شي واحد. انا بالنسبه للعائله عندي ما كاينش شي واحد عنده جرثومه المعده ولا متصاب بها. هذه اول حاجه. ثاني حاجه، حنا الاعراض الاسباب قلناهم من قبل، فانا نعاود نقولهم لكم دابا باش نزيد واحد السبب رابع ان شاء الله باذن الله، رابع ولا خامس. المهم السبب الثاني قلنا هي الماكله ديال الزنقه، وانا من هذاك النوع اللي ما كياكلش ماكله الزنقه، يعني قليل في مرات قليله، يعني ماشي ديما كتلقاني. انا كان عزيز عليا ماكله الدار، خصوصا الماكله ديال يعني ريجيم ديال السبور، ما كنت كنتريني، كان عزيز عليا الماكله ديال يعني مسلوق كفته داكشي، يعني مصاوب في الدار، ما كاينش داكشي ديال ماكله الزنقه، هادي نحيدوها، يعني ماشي هي السبب. قلنا بالنسبه للسبب الثالث هي النظافه، الانسان ما كانش كينظف حالته مزيان، ما كيغسلش يديه. الماكله يعني الماكله فين كياكل، الماكله حتى هي بالذات، يعني شي خوص ولا شي حاجه ما كتغسلوش مزيان، ولا كتخوي عليه الماء وتبدا تاكل فيه، خيار، كاع الماكله اللي يعني ما كتغسلش مزيان حتى هي كتسبب يعني النظافه بصفه عامه. من هاد الناحيه انا كنت اللهم لك الحمد، يعني النظافه ما نهضروش عليها. رابع حاجه قلنا العصب هذا يعني دز بي انايا، واللي هو انا متاكد منه هو اللي كان سبب يعني بجرثومه المعده، اللي تسبب ليا بجرثومه المعده. ولكن كاين شي ناس اخر تيقول لك يعني انا ما عمرني تعصبت، ما عمرني وقع لي حتى شي حاجه، ومع ذلك يعني جاتني جرثومه المعده. شنو السبب اللي كيبقى؟ السبب الاخراني اللي كيبقى هو نقص حمض المعده. نقص حمض المعده، حمض المعده كيفاش داير؟ حمض المعده نعطيكم مثال بسيط، بحال واحد الدار عندها باب وسيروت، نهار كيتحيد داك الباب والسيروت اي واحد يجي يدخل لها، ملي يكون داك الباب والسيروت ما كاينش شي واحد كيدخل لها، هذاك هو حمض المعده، هو هذاك الباب. نهار كينقص عندنا في المعده ولا كيضعف، كيولي اي ميكروب يدخل، اي جرثومه تدخل. ربي هو خلقو اصلا خصيصا على ود بحال هكا داكشي، يعني حارس عندنا في المعده كيحبس لينا اي ميكروبات، اي بكتيريا، اي حاجه ضاره في الجسم ولا المعده كيحميها. من غير هادشي كامل هو كيساعد على الهضم، كيساعد على الهضم. الهضم بحالاش؟ بحال البروتينات اللي تكون في اللحوم وفي الدجاج وفي يعني في الحوت، داكشي اللي صعيب انه عرفتي هذاك حفظ المعده، يعني راه بحال تقول المقاطع، يعني كيساعد على الهضم، كيساعد على الهضم بزاف. الكربوهيدرات المعقده حتى هي يعني كيبالي بهم ما كاينش. والمشكله هي علاش انا دابا يعني في وقت الريجيم كنقول لكم، يعني الاغلبيه كنقول لي يعني اللحم اللحوم يبعد منا، حيت حنا ديك الساعه من الانسان كيتصاب بجرثومه المعده الا وعنده نقص يعني نقص في حمض المعده، ولا ما كانش عنده نقص يعني في حمض المعده، كنقصوه حنايا باش بدواء حموضه، كناخذوا دواء حموضه مع البيليرا ولا مع دواء ثلاثي، مع اي دواء. علاش كناخذوا داك حمض المعده؟ باش نضعفوا. كناخذوا علاش كناخذوا مضاد الحموضه؟ كناخذوا مضاد الحموضه باش نقصوا من الحمض المعده، باش مني حنا نهبطوا هذاك المضاد الحيوي اللي هو دواء ثلاثي ولا بيليرا، يقدر انه يعني ما يحرقوش داك حمض المعده. الا كان باقي فيه شويه ديال ما يحرقش لينا داك الدواء، باش هذاك حنا اصلا داك المضاد الحيوي راه هو بكتيري اصلا، هي كتهبط باش تحارب البكتيريا اللي كاينه لداخل. الا بقى حمض المعده باقي مزيان وباقي واعر، غادي يعني داك الدواء ما غتستافدوش منه. حنا علاش كناخذوا مع الدواء ديال انت دابا ملي كتمشي عند الطبيب راه ضروري ما كيعطيك الدواء الثلاثي وكيعطيك معاه دواء الحموضه، كيعطيك بيليرا ومعاه دواء الحموضه ضروري باش كتستافد منه، يعني باش هذاك المضاد الحيوي ملي غادي تشربو غتستافد منه. فهمتوني؟ يعني ملي كيهبط وكيلقى حمض المعده يعني ضعيف، باش غتضعفو انت؟ تيقول لك خذ الدواء ديال الحموضه قبل. ملي كتاخذ دواء الحموضه قبل كتشرب الدواء كيهبط باش كيتحاربوا مع ديك الجرثومه باش كيقتلوها. يعني هذه يعني كيف هادشي علاش كنقول لكم انا يعني في هذيك الفتره تيكون الدواء ديال يعني تيكون الحمض المعده عندنا ناقص، بسبب اما اصلا هو عندنا ناقص، ولا بسبب الدواء ديال الحموضه.
علاش كنقول لكم في الريجيم في الاكل ديالكم ما خصكمش تدخلوا اللحوم والدجاج وكاع الحاجه اللي معقده واللي قاصحه واللي صعيبه في الهضم، باش ما نعيوش المعده، حيت هي اصلا ما عندهاش يعني اللي كان كيعاونها اللي هو داك حمض المعده باش تهضم داكشي، ما كاينش، ضعيف ناقص. علاش كنقول لكم يعني خاصكم تحافظوا على الريجيم حتى المعده ترجع داك الحمض المعده، باش صافي يعني وتولي تاكل اي حاجه يعني تجي ساهله في الهضم، تجيك يعني غترجع المعده لحالتها الطبيعيه. علاش ضروري الانسان خاصو في الريجيم يبعد من اللحوم، يبعد كاع من الحاجه اللي انا هاضر عليها شحال من مره، على رجعوا الفيديوهات اللي ما قبل عندي راني هاضر فيهم على الريجيم، شنو خصنا ناكل شنو ما خصناش ناكل، ما نبقاش نعاود نقول في هذه الهضره يعني في النظام ديال الريجيم اللي خاصكم تتبعوه في الفيديو باش ما نطولوش على والو. المهم كما قلنا دابا يعني خاصنا دابا حنا عرفنا اسباب وعلاش جاتنا جرثومه المعده، اللي خاصنا نعرفوا دابا كيفاش غنعالجوه. يعني العلاج اللي خاصنا نتبعوه الا كان هو طبي، راه طبي يعني كنعطيكم انا المده ديال شهر ان شاء الله باذن الله، حتى شهر ونص شهرين كاع تولي بخير باذن الله. غتبع يعني تاخذ يعني اما بيليرا اما دواء ثلاثي، هادو معاهم الريجيم، هادشي ضروري. مجرد انك غير هي واحد النقطه غنركز عليها، الانسان يعني ملي غيعطيك الطبيب الدواء ديال الدواء الثلاثي ولا بيليرا وغيعطيك معاه مضاد الحموضه، غادي تكملوا مع دوك الدواء. مجرد انك تكمل الدواء لا سواء بيليرا ولا دواء ثلاثي نوقف مع هذاك الدواء الحموضه. الا بقيت حاس بالحموضه يعني كطلع لي بزاف وكديرني، نحاول ناخذ داك الدواء الحموضه كما كنت كندير انا، كنت كنقلل منه. يعني انا راه تقريبا غير في مده 3 شهور ولا ما تقل ووقفته، يعني بديت وهذيك المده 3 شهور ما كنتش كناخذه يوميا، 4 مرات كنت كناخذه نهار يومين لا نهار اخر 3 ايام، كنبقى غادي نبعد فيه حتى الا حسيت شي نهار تزيرت ولا شي حاجه عاد كناخذه، ما كناخذوش يعني صافي يعني متعود عليه ديما. علاش؟ باش كنخلي المعده يعني ترجع داك الحمض المعده. اما الا بقيت يعني كان ديما نضعف فيه بهذاك الحمض بدواء الحموضه، الله يستر داك الحمض المعده راه ما يبقاش كاع، الله يستر ملي كتنشف المعده منه راه كيولي يعني متعرض للسرطان، الله يستر الله يحفظ كل المسلمين ان شاء الله باذن الله. المهم دابا اللي خاصنا يعني نطبقوه هو اننا ملي نكملوا الدواء نوقفوا مع الدواء ديال الحموضه. قلت لكم الحاله اللي الانسان يعني حس بان الحموضه كثرت عليه بزاف ولا سميتو، غادي يبقى متبع مع دواء الحموضه، ولكن يحاول ينقص منه وما يوصلش للمده كتوصل 6 شهور هو متبع دواء الحموضه. هذه ممنوعه. الا يطول هذيك 3 شهور، المهم ما يفوتش 6 شهور وما يوصلهاش كاع، يعني يحاول ينقص منه حتى يحيدو كاع المرض باش المعده تحاول ترجع داك الحمض المعده. هذه اول حاجه او اول نقطه غنهضروا عليها. عاد كاينين يعني طرق اللي كتساعد باش يعني داك الحمض المعده يرجع، اللي هي في الاكل. واحسن حاجه اللي غادي ننصحكم بها هي اش نقولوا ليه حنايا ليشو، عصير ديال ليشو هو احسن حاجه. غنقول لكم بروكلي، نقول لكم ليشو، نقول لكم كاينين بزاف الحوايج، ولكن هذوك اغلبيه فيهم لي غاز، واغلبيه الناس تيكونوا اصلا كيعانيوا من لي غاز. يعني من احسن حاجه ولا اخف حاجه اللي خفيف على المعده هو ليشو. ليشو اللي كيديروه كيديروه في كيسكسو، هذاك غادي ناخذوه غادي نديروه مع يعني مع الماء دافي، نديروه في واحد المونينيكس سميتو، نطحنوه ونبقاو ناخذو كاس عرق في الصباح. هذا راه كيساعد بزاف باش نرجعوا الحمض ديال المعده. وكاينه حاجه اخرى عاوتاني، كاين الثومه. يعني بالنسبه للثومه الانسان اللي يعني ما يعني يقطعها ويحطها في واحد ربع ساعه ولا ثلث ساعه بما نقص الجهد ديالها بردات وياكلها. الا كان كياكلها وما كدير ليه حتى شي حلقه وما كضرو حتى شي حاجه، يعني داوم عليها. الا كانت تيحس براسو يعني كتزيرو ولا يعني كتعطيه كتشعل ليه العافيه في المعده، حيت اللي كتشعل ليه العافيه في المعده يتسنى حتى يداوي قرحه ديال المعده، حيت قرحه المعده هي اللي كدير لك داك الحرقه. يعني جرثومه المعده كتخلي دوك التقابل دوك يعني الالتهابات. ملي كتاخذ شي حاجه اللي مجهده شويه وما كاينش مضاد ديال الحموضه اللي غادي اللي يعني غيكايل عليها شويه يعني كتحرقك في الماء. الا حرقاتك حاول نبعدوا منها، نبقاو نستعملوها يعني نحاول ندخلوها في الاكل ديالنا. الاكل ضروري واخا تكون طيبه، المهم ما تكونش داك طيب بزاف، خليوه حنايا حتى الاخر حتى تقرب الطياب يطيب كاع المره ونلوحوها. يعني الطيبه واحد الكسر من القسمين صافي، يعني في الاخر ملي نبغيو حنايا بعد نشف المرقه ولا نشف هذاك الماء ولا شي حاجه نديروها حتى الاخر باش تبقى شاده واحد شويه، ماشي نديروها من الاول ما كنستافدوا منها والو. المهم هادو هما الطرق اللي غادي نتبعوهم ان شاء الله باذن الله. وكما قلت لكم غنقصوا من الدواء ديال الحموضه،
دواء الحموضه صعيب شويه من هنا لقدام، يعني الانسان ملي كيكثر منه، حيت كاينين شي ناس اللي يعني مداومين عليه مده طويله، والله يسر راه يعني كيتسبب لهم في انه صافي هذاك يعني الحمض المعده ما كيبقاش يخرج كاع مره، يعني والله يسر مع الوقت يتكون لهم السرطان في المعده، بسبب انه يعني ما بقاش عندهم يعني شي حارس اللي كيحرس ديك المعده من الميكروبات ومن البكتيريا ومن كل شيء. المهم نتوما دابا راه عرفتوا الدور ديال هذاك حمض المعده، ومازال تزيدوا تبحثوا عاوتاني في جوجل، تزيدوا تبحثوا في اليوتيوب، راه غادي تلقاو فيديوهات كيهضروا بزاف على حمض المعده اللي يعني اذا كان ناقص في المعده راه كيتسبب في مشاكل كثيره. اللهم الانسان انه يخفف من اهم حاجه اللي خصو يخفف منها هي الماكله ديال الزنقه، خصوصا السكريات. هي دابا حنا خاصنا نعرفوا السبب ديالاش بعدا، شنو هو اللي كيخلي يعني هذاك حمض المعده ينقص عندنا. يعني الحاجه اللي انا هضر اللي اول حاجه شنو هي السكريات. ثاني حاجه هما يعني المشروبات الغازيه بحال المناضه، بحال كاع داكشي اللي فيه لي غاز، مشروبات لي غاز هذوك راه فيهم سكر وفيهم شي مواد اخرى الله يستر ما نهضروش عليها. وعاد كاينه ماكله الزنقه، هادو ثلاثه الحوايج الانسان قد ما نقص منها قد ما مزيان. السكريات قد ما خففتي منهم ونقصتي منهم مزيان. قد ما كان الانسان يعني في السكر ديالو قليل قد ما تيكون صحته مزيانه، تكون المعده ديالو مزيانه، والملحه كذلك. يعني قد ما خففتي من الملحه ومن السكر حاول نبدا نقصها بشويه بشويه، مع الوقت غادي نبدا نتعود على هذاك المسوس، نبدا نتعود على يعني الملحه ناقصه، ما بغيتش نقول لكم باسل، لكن الملحه ناقصه غادي تنقص، راه ما غاديش تحيدها حتى كاع مره، غادي تنقص منها. مازال السكر الانسان قد ما قدر يحيدو مزيان، وغادي يعوضو يعني بسكر طبيعي اللي كاين في التمر، اللي كاين في العسل، اللي كاين في الفواكه. هذاك هو احسن سكر. اما السكر الابيض راه غير سموم قاتله، داك السم الابيض. السكر نبعدو منه، قد ما بعدنا عليه قد ما مزيان. الجسم ديالك غادي يرتاح، وكثر الانسان من شرب الماء، وان شاء الله ما يكون غير خير ان شاء الله باذن الله، والله يجيب شفاء للجميع. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.